عشان نعرف أهمية التسويق الإلكتروني لازم نعرف أهمية الإنترنت، وعشان نعرف أهمية الإنترنت لازم نتكلم بالأرقام. خلينا نشوف الإحصائيات دي مع بعض عشان نعرف العالم حوالينا إيه اللي بيحصل فيه بالظبط. أول تشارت أو أول إحصائية بتتكلم عن التعداد السكاني للعالم. في 7 مليار و200 مليون نسمة على مستوى العالم، في 3 مليار منهم بيستخدموا الإنترنت، في 2 مليار منهم بيستخدموا قنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي، في 3 مليار و600 مليون نسمة بيستخدموا الموبايل فونز، في مليار و685 مليون بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الموبايل فون. الإحصائية اللي بعد كده بتتكلم عن نسب النمو، بتتكلم ان في نسبه نمو 1.6 ده في التعداد السكاني، وبتتكلم عن 21% زياده في استخدام الانترنت. شوفوا الفرق، العالم بيزيد من ناحيه التعداد السكاني 1.6، ولكن في استخدام الانترنت الفرق كبير جدا 21%. في زياده في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 12%، في زياده في استخدام الموبايل فونز 5%، وفي زياده في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الموبايل بنسبه 23%. الشارت دي زي ما حضراتكم شايفين بتوضح استخدامات الانترنت على مستوى العالم، وبتوضح في كل قارة عدد التعداد السكاني واستخدام الانترنت عن طريق الموبايل واستخدام الانترنت عموما واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الموبايل. باختصار هنشوف ان اعلى نسب استخدام الانترنت بتكون في امريكا الشمالية وبتكون في اوروبا، واقل نسب بتكون في اسيا الوسطى وبتكون في الشرق الاوسط وبتكون في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا اللي هي منطقه جنوب افريقيا وليست دوله، بالعكس دوله جنوب افريقيا استخدام الانترنت فيها متطور جدا. الاحصائيه دي بتوضح ما يسمى بالانترنت بنتريشن او مدى انتشار الانترنت، وطبعا اعلى نسب ظاهره في قاره امريكا الشماليه اللي هي امريكا وكندا بنسبه 88%، تليها اوروبا وامريكا بنسبه 81%، بمعنى ان 81% من سكان القاره بيستخدموا الانترنت او واصلهم الانترنت. وطبعا زي ما قلنا قبل كده اقل النسب بتكون في اسيا الوسطى وفي الشرق الاوسط وفي منطقه جنوب افريقيا. الاحصائيه بتتكلم عن التجاره الالكترونيه، والاحصائيه ببساطه بتقول ان 64% من مستخدمي الانترنت في انجلترا قاموا بعمليه شراء عن طريق الانترنت خلال شهر يناير. وطبعا الاحصائيه بدات بانجلترا، جت على اعلى نتائج البحث، وجت الهند في اقل نتائج البحث. اكيد طبعا هم مش جايبين كل الدول، ولكن دي شريحه معينه استهدفها البحث. والاحصائيه دي بتوضح ان على مستوى الدول العربيه في دوله الامارات هي جايه باعلى معدل بنسبه 45%، وتليها المملكه العربيه السعوديه، ولكن للاسف مصر مش موجوده في قائمه الدول اللي تم عليها البحث. هنتكلم عن الاحصائيات الخاصه بالديجيتال ماركتنج في منطقه الشرق الاوسط. الاحصائيه بتوضح لنا التعداد السكاني لدول الشرق الاوسط 238 مليون، مستخدمين الانترنت في الشرق الاوسط 87 مليون، وطبعا اكثر من نص الرقم ده موجود في مصر. في 41 مليون يوزر او مستخدم بيستخدموا قنوات التواصل الاجتماعي، في 294 خط او اشتراك موبايل فون، في 35 مليون مستخدم بيستخدموا الانترنت عن طريق الموبايل. الاحصائيه اللي احنا شايفينها دلوقتي بتتكلم عن استخدام الانترنت في مصر. الاحصائيه حديثه وتمت في يناير 2015، بتقول ان في 87 مليون و800 الف نسمه، دول التعداد السكاني لمصر. في 46 مليون و200 الف منهم بيستخدموا الانترنت، في 22 مليون منهم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا ليا وقفه مهمه جدا، بحب اقول دايما ان في 22 مليون فقط اللي بيستعملوا قنوات التواصل الاجتماعي، في حين ان في 46 مليون و200 الف بيستخدموا الانترنت عموما. طب فين الباقي؟ الفرق ده بيروح فين؟ ال 24 مليون و200 الف دول بيروحوا فين؟ ودول مهمين جدا، شريحه مهمه جدا، شركات كثيره ما بتهتمش بيها. دي الشريحه اللي ممكن تكون عملاء محتملين لشركتك. الشريحه دي بتعمل بحث على جوجل، بتعمل تصفح لمواقع الانترنت. في ناس كثيره جدا بتركز على السوشيال ميديا وبتهمل الشريحه المهمه جدا اللي هي الشريحه اللي بتعمل بحث وتصفح مواقع الانترنت. نتكلم عن استخدامات الموبايل فونز، في 98 مليون و800 الف شريحه خط موجود في السوق، في 16 مليون و600 الف بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الموبايل فونز. الاحصائيه اللي بعد كده بتتكلم عن نسب النمو، بنتكلم عن زياده في استخدام الانترنت، معدل زياده سنويه 25%، في معدل زياده سنويه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنسبه 33%، في معدل زياده في استخدام او زياده في عدد شرائح المحمول بمعدل 2%، وفي زياده في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الموبايل فونز بنسبه 32%. الإحصائية دي بتتكلم عن طريقة استخدام الإنترنت في مصر. الناس بتستعمل الإنترنت إزاي؟ في 74% من مستخدمي الإنترنت بيدخلوا الإنترنت عن طريق الديسكتوب أو أجهزة الكمبيوتر التقليدية سواء كمبيوتر أو لابتوب. في 23% بيستخدموا الإنترنت عن طريق الموبايل، في 3% بيستخدموه عن طريق الأجهزة اللوحية،
وصفر هو عدد المستخدمين اللي بيستخدموا الانترنت عن طريق الالعاب او عن طريق البلاي ستيشن او الاكس بوكس. الاحصائيات بتتكلم عن قنوات التواصل الاجتماعي في مصر. بنقول ان في 22 مليون اكونت او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. في دول بيمثلوا 25% من اجمالي تعداد سكان مصر، يعني ربع سكان مصر عندهم مواقع تواصل اجتماعي. في 16 مليون و600 ألف بيدخلوا مواقع التواصل الاجتماعي دي عن طريق الموبايل، ودول بيمثلوا 19% من إجمالي تعداد سكان مصر بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الموبايل فون. الإحصائية الأخيرة معانا وهي إحصائية في منتهى الأهمية الحقيقة، وهنتكلم عنها بشكل مفصل لما نيجي نتكلم عن الموبايل ماركتنج. الإحصائية بتقول إن في 98 مليون و800 ألف خط شريحة تليفون مفعلة في مصر، ودي نسبتها تعتبر 113% من إجمالي تعداد السكان، يعني أكثر من المعدل السكاني لمصر، لأن إحنا عارفين إن في ناس كتيرة جدا بتستعمل خط وخطين وثلاثة وأكثر من تليفون للشخص الواحد. في 96% منهم دول بيكونوا بريبيد أو مسبق الدفع اللي هي كروت الشحن، وفي 4% بتكون فواتير أو بوست بيد. والاحصائيه دي مهمه جدا برضو، هنتكلم عنها ونقول ايه الفرق وليه قسمناها التقسيمه دي، هنتكلم عنها برضو في الموبايل ماركتنج. في 32% من مستخدمي الموبايل في مصر بيستخدموا الانترنت عن طريق التليفون، بيستخدموا انترنت 3G، يعني بيدفع عشان يستخدم الانترنت على تليفونه ومش عن طريق الواي فاي فقط. وقت الحلقه خلص، نشوفكم في الحلقه الجايه، وما تنسوش لو عندكم اي استفسارات راسلونا عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصه باي دي اس او عن طريق ايميل info@idigitals.net. شكرا على المتابعه ونشوفكم الحلقه الجايه.